بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد أجمعين. النهاردة بإذن الله هنعمل الكاتشب بطريقة سهلة جدا في البيت بمكونات بسيطة قوي وطعمه حلو جدا زي جاهز، وحتى لو ما كانش زي الجاهز فهو طبعا هيكون مضمون وطعمه حلو جدا. نعمله في البيت. اولا كده ان شاء الله هنجيب حوالي نص كيلو طماطم او كيلو طماطم، الكميه اللي انت عايزاها. هنضربها في الخلاط وهنضيف عليها 4 مكعبات بنجر عشان اللون يبقى احمر جميل معانا. وهنبدا هنا نصفيهم بمصفى عشان نطلع اي بذور واي قشر من الطماطم. وبعد ما نصفيها هنزلها على النار وهنضيف عليها نص كوبايه سكر وكوبايه الا ربع خل، وهنضيف معلقه ملح صغيره ومعلقه كبيره توم باودر وبصل باودر. لو عايزه تضيفي شطه اوكي برضو اختياري. وهنرفعهم على النار وهنسيبهم لحد الميه كلها متبخر تماما، وبكده نبقى عملنا احلى كاتشب من غير اي اضافات تانية. ودمتم يا رب بصحه وعافيه.